السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في منوعات وحكايات مع شمس. النهاردة واحنا بنودع شهر رجب، حاسة بخلطة مشاعر غريبة. يعني فرحة ان رمضان قرب، وخوف ان الأيام بتجري بينا وما حسناش برجب وهو بيخلص. رجب كان الفرصة الذهبية علشان نزرع، وعلشان كده النهاردة حبيت أدردش معاكم شوية نلحق نفسنا ازاي في الأيام اللي فاضلة. بيقولوا ان شهر رجب هو شهر الزرع، وشعبان هو شهر اللي بنسقي فيه، ورمضان هو شهر الحصاد. يعني اللي زرع في رجب هيلاقيه ان شاء الله في رمضان. طيب لو حد فينا كان غافل او مشغول، هل فات الاوان؟ لا طبعا، ربنا كريم جدا، وممكن نبدأ من اللحظة دي. طب نعمل ايه في الايام اللي فاضلة؟ اول حاجة الاستغفار. خلي لسانك رطب بالاستغفار. امسحي ذنوب رجب علشان تدخلي شعبان بقلب ابيض. تاني حاجة جبر الخواطر. مفيش اجمل من اننا نختم الشهر بحاجة تفرح حد، مكالمة تليفون لصلة رحم او صدقة بسيطة. وما ننساش دايما نقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ادعيها بقلبك وبكل يقين. عارفين يا جماعة، زمان اهالينا كانوا بيقولوا على رجب القصب، علشان ربنا بيصب فيه الخير والرحمة صبا، وكانوا بيستعدوله وكأنه بروفة حقيقية لرمضان. النهاردة بقى واحنا في زحمة التكنولوجيا بننسى ان الروح محتاجة ترتاح. في نهاية رجب اسألي نفسك، انا عملت ايه لقلبي؟ مش لازم تكوني ختمت القرآن ولا صمت الشهر كله، لكن يكفي انك تكوني حاولت تبعدي عن الغيبة، او كظمت غيظك من موقف صعب. الحاجات البسيطة دي هي اللي بتبني الشخصية اللي هتدخل رمضان بقلب منور. وكمان خلاص يا جماعة، شعبان داخل علينا، والشهر ده بترفع فيه الأعمال. يعني دي المحطة الأخيرة قبل رمضان. خلونا نتصالح مع نفسنا، ننسى الخصام وننظف قلوبنا من أي زعل. وعلشان حلقتنا تكون عملية، خلونا نحط خطة لنهاية شهر رجب. أولا، جرد الحساب. اقعدي مع نفسك 5 دقايق قبل ما تنامي، وشوفي ايه العادة اللي تعباكي ونفسك تبطليها قبل رمضان. تاني حاجة الصدقة الخفية. مش لازم مبالغ كبيرة علشان تتصدقي. ممكن طبق أكل تديه لجارة، أو ابتسامة في وجه حد تعبان. الصدقة في نهاية رجب بتمسح الذنوب وبتهيئ الروح. تالت حاجة ورد الذكر. لو مش قادرة تقرأي أجزاء كتيرة، خلي لسانك شغال بسبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، او استغفر الله العظيم واتوب اليه 100 مرة في اليوم. مفعولها زي السحر في هدوء النفس. وبمناسبة الاستغفار، عايزة احكي لكم حكاية ممكن يكون معظمنا عارفها. هي حكاية صغيرة بطلها هو الامام احمد بن حنبل. الامام احمد في مرة وهو مسافر الليل دخل عليه، وهو في مدينة غريبة ما يعرفش فيها حد. راح للمسجد علشان ينام، لكن حارس المسجد منعه وقال له ممنوع النوم هنا. والإمام أحمد ما كانش عايز يقول هو مين من تواضعه. وهو خارج من المسجد تعبان، شاف خباز، يعني الراجل اللي بيخبز العيش في دكانه البسيط. الخباز لما شافه الخباز لما شافه تعبان عزمه ان يقضي الليلة عنده في المحل. الإمام أحمد وهو قاعد بيراقب الخباز لفت نظره حاجة غريبة جدا. الخباز ده وهو بيعجن العجين وهو بيحطه في الفرن وهو بيطلعه، ما بيسكتش عن كلمة واحدة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الإمام أحمد اتعجب وسأله: يا رجل، هل وجدت أثر الاستغفار هذا؟ الخباز ابتسم وقال له: والله ما دعوت دعوة إلا استجيبت لي، إلا دعوة واحدة فقط. الإمام سأله: ايه هي الدعوة دي؟ وما هي تلك الدعوة؟ قال له الخباز: دعوت الله أن يريني الإمام أحمد ابن حنبل. هنا الإمام أحمد دمعت عينه وقال له:
أنا أحمد بن حنبل والله لقد جررت إليك جرا. يعني ربنا سخر الظروف وطلعه من المسجد علشان يروح لحد عنده بسبب استغفاره. شفتوا يا جماعة، الاستغفار مش بس بيمسح الذنوب، ده بيجيب الرزق وبيحقق المستحيل. واحنا في نهاية رجب مفيش ورانا غير الاستغفار. استغفري بنية ان ربنا يبلغك رمضان وانت راضية. استغفري بنية ان ربنا يصلح حال اولادك او يوسع رزقك. القصة دي بتعلمنا اننا ما نكلمش ربنا بلساننا بس، نكلمه بقلوبنا واحنا شغالين في البيت، واحنا بنربي ولادنا، واحنا في زحمة الحياة. خلوا شعارنا في الكام يوم اللي فاضلين من رجب هو استغفر الله العظيم واتوب اليه. بصي يا ست الكل يلي بتسمعيني، وانت بتطبخي او انت راجعة من شغلك تعبانة، ما تخليش الشيطان يحبطك ويقولك خلاص رجب خلص وانت مقصرة. لا، ربنا رب قلوب، وممكن دمعة واحدة في ليلة وترية او دعوة مخلصة وانت بتصلي الفجر تعوضك عن كل اللي فات. احنا في منوعات وحكايات هدفنا اننا نشجع بعض مش نضغط على بعض. فخليكي متفائلة وقولي يا رب اعني على ذكرك وشكرك. وفي نهاية حكايتنا النهاردة بطلب منكم تدعوا لبعض في التعليقات وقولولي ايه اكتر حاجة نفسكم تحققوها في رمضان اللي جاي ان شاء الله. يا رب يبلغنا رمضان واحنا في احسن حال، لا فاقدين ولا مفقودين. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك علشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر. كانت معاكم شمس من قناة منوعات وحكايات مع شمس، اشوفكم على خير.